الجزيرة المعتقلين بعد قبول الطعن على أحكام صدرت ضدهم سابقا بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، كما قضت باستمرار حبسهم. وقد حظيت قضية صحفي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد بتضامن عالمي واسع، كما طلبت حكومات غربية عدة القاهرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين ووقف التضييق على حرية الإعلام في مصر. نبقى في مصر، حيث لا زال الاقتصاد يتأرجح بين التعافي والركود. أبرز تجليات تدحرج سلبي لعائدات القطاع السياحي، فمن 14 مليون سائح أحصت البلاد قبل 5 سنوات، هي اليوم تعاني الأمرين من أجل الوصول إلى سقف 3 ملايين سائح، أرقام مقلقة تجد أسبابها في الاضطرابات السياسية. زهير داودي. آخر الأرقام الرسمية المتعلقة بالنشاط السياحي في مصر تظهر أن هذا القطاع لم يخرج بعد من دائرة الركود إن لم نقل الكساد. عائدات أرض الكنانة من القطاع بلغت حوالي مليار دولار في الربع الثالث من العام المنصرم، بعدما استقبلت 2.8 مليون سائح فقط، وهو مبلغ خجول وفقا لإحصائيات وزارة السياحة التي تسعى إلى بلوغ أرقام عام 2010 عندما زار البلاد أزيد من 14 مليون سائح. انتعاش السياحة توقف إذن عام 2010 ليبدأ تراجع العدد بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس حسني مبارك وفتحت الباب أمام أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في أكبر بلد عربي، أزمة ازدادت حدتها حين نصحت حكومات العديد من دول الاتحاد الأوروبي مواطنيها بإسقاط السفر إلى مصر من لائحة الوجهات الآمنة، والسبب أعمال العنف والقتل التي اندلعت إثر انتفاضة 25 يناير وتعمقت عقب التدخل المباشر للجيش في الحقلين السياسي والمدني وعزله للرئيس السابق المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، ما اعتبر انقلابا على الشرعية الانتخابية. إجراء انتخابات. خرج المشير عبد الفتاح السيسي من الثكنة العسكرية ليتولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابات كانت نتائجها محسومة مسبقا، تطور كان يعول عليه لعودة التعافي للسياحة، غير أن العكس هو الذي حصل، والمؤشرات على ذلك كثيرة، ليس أقلها قمع وسحق وتلفيق التهم للخصوم السياسيين وتدجين الإعلام وإصدار أحكام قضائية بسرعة قياسية، أحكام بالسجن المؤبد والإعدام طالت الآلاف من المواطنين، هذا دون نسيان انفلات الوضع الأمني في البلاد كلها، بما في ذلك منطقة سيناء الشاسعة التي شهدت وما زالت تشهد مواجهات خطيرة بين الجيش وجماعات مسلحة. هي إذن أزمة متعددة الأوجه وتظل مرشحة لمزيد من التدهور في ظل إحكام الجيش لقبضته الحديدية على كل مفاصل الدولة.